السلام عليكم. النهاردة هنكمل رحلتنا إلى دبي. وهنا ده محل من محلات مول دبي، ومحل لعب أطفال. بصراحة انتوا خليكم معايا كده طول الفيديو، هتتفرجوا على حاجات ومفاجآت وأحدث الألعاب، وفيها حاجات جميلة جدا. اللعب اللي شفتيها وانت صغيرة، واللي هتشوفيها وانت كبيرة، واللي هتجيبيها لولادك ولا أحفادك. كل أنواع اللعب هنا موجودة. يعني أحدث حاجة 2024 جميع اللعب اللي ممكن تتخيليها، وبكل الإمكانيات وبكل الميزانيات هتلاقي اللعب. بصراحة أنا مخبيش عليكم، أنا دخلت المكان ده كده حسيت ان انا رجعت زمان وانا صغيرة، وحبيت ان انا ارجع بطفولتي كده زي ما انتوا دلوقتي هتتفرجوا معايا وترجعوا بطفولتكم وتتفرجوا على اللعب الجميلة اللي هتشوفوها وتنبهروا بجمالها. ايوه ده اليمين، اقصى اليمين. طبعا في لعب انتي بتاعت يعني انتي كنت جبتيها هتلاقيها دلوقتي كتير، يعني في الالعاب اللي عندنا كلنا عندنا ميكي والكلام ده من زمان قوي. بس طبعا ده والفيل والكلام ده بس ده معمول بقى على احدث بقى، ميمي وميكي على احدث حاجات موجودة زي ما انت شايفة كده. انا بحاول اوريكم اللعب واعيش شويه في الطفوله بتاعتي من زمان بقى، نرجع لورا كتير قوي بالنسبه لي. انا هرجع كتير واعيش شويه في وسط اللعب. بصراحه انا شدني جدا لما وقفت على الباب ولقيت نفسي منطلقه. هو محل شاسع كبير جدا جدا جدا، يعني انا دخلت جوه تعبت من كتر المشي، ومش كل الوقت كنت بصور لكم بصراحة لان انا تعبت. هو يعني حاجات جميلة جدا على قد ما اقدر بقيت اصور بقى. مش كل حاجة بقى يعني هتلاقوها في نفس المستويات. في حاجات غالية قوي، وحاجات اسعارها متوسطة، وحاجات ممكن اي حد يشتريها. يعني هو مش محل اللي هو يعني بيبيع الحاجات الغالية، لا هو واخد كل المستويات. يعني اللي عنده بقى طفل بيجي كده بقى يختار الهدية بتاعته، بس طبعا تحت رعايتك طبعا، لان في في حاجات غالية جدا جدا. ف هتوجهيه بقى يشتري الحاجة اللي هو نفسه فيها بس بسعر معقول. يعني الطفل بصراحة هنا مش هيخرج الا هو شايل هدية او اكتر من المكان الرهيب ده. انا بصراحة الفترة اللي دخلت جوه هتلاقوني اغلب الوقت جوزي بينادي عليا، لان انا بختفي في وسط اللعب. في كل شوية هيندهلي وهتلاقوه بينادي عليا وانا بقول له نعم، علشان انا بختفي في وسط الالعاب. و طبعا عشان اصور، وفي نفس الوقت انا اصلا مش ببان في وسط ايوه الحاجات دي، وباخد بعضي وبمشي بمشي. ماشي، وهو طبعا مش فظيعة. ممكن يلاقيني في وسط المكان الكبير ده، فبينده عليا. ده انت تلاقوني من جبت لي فترة حاجة للتانية لا انا بيندهلي لقيته بيشتريها وانا عادي. برد عليه نادرة. علشان ما نتوهش من بعض. طبعا ان دبي دي اول مرة بصراحة نزورها، وفترة صغيرة، فاحنا كنا بنحاول نقدر نشوف اي حاجة حلوة نعرف نشوفها. وزي ما انتم شايفين كده انا عرضت لكم الفيديو بتاع حشو اللعب، حطاه لكم على النت قبل كده لوحده. هنا الراجل بيحاول يقول لها البايع ان هو ممكن يحشي لها اللعبه زي ما انا حكيت لكم قبل كده، ويقول لها الاسعار، لان دي لعب زي اللي انتم شايفينها دي. في العاب بقى بيحطوا الراس بتاعه اللعبه والجسم بتاعها موجود بس مش محشي، فانت تنقي. دلوقتي هيجيلكوا الصور كده، ايوه اللي تحت دول لهم بقى حشو بقى. الحاجات دي الالعاب دي بتتحشى، فهو يحشالها بالماكينه اللي احنا شفناها. شفتوا الطفل اللي نايم على العجله بتاعته وشايل برضو اللعبه، بقى انه نونا صغنون برضو شايل، مفيش حد يخرج من هنا ومش شايل ابدا. زي ما انتوا شايفين كده المنظر والحاجه جميله جدا.
ويعني انا بصراحة زي ما بيقولوا كده، اللي ما يشتري يتفرج. فانا بقى مش هشتري بس بتفرج. بصراحة مش بتفرج وبس، أنا بستمتع باللعب والحاجات الحلوة. ودوت الألعاب بقى اللي هي العربيات، بيعملوا لنا فيديو كده عشان يقولك الألعاب اللي موجودة وإزاي إن هي بتشتغل والأولاد بيفرحوا بيها. ده طبعا الجهاز بتاع الحشو، أنا نزلت لكم فيديو فيه طريقة الحشو والكلام ده. بس انا خدته كده نظرة في وسط طبعا ده المكان اللي هينزل الفايبر دوت او المادة اللي بيتحشى بيها دي. وبنكمل برضو جولتنا داخل محل الالعاب. ايوه. وهنا اماكن بقى فيها ملابس بنات يعني صغيرين، يعني موديلات كده، يعني معرفش بقى بتاعت العاب ولا ايه. موديلات غريبة شوية. بنكمل برضو الجولة بتاعتنا. انا قلت لكم ان المحل كبير جدا جدا وساحر بصراحة. يعني شوفي السقف حتى عاملينه ازاي للولاد، الديكورات روعة بتاعة المكان. انت بتمشي انتش عارفة تتفرجي على اللعب ولا على الجمال بتاع المكان ولا ايه بصراحة. يعني حتى انت لما تشوفي الفيديو هتنبهري الالوانات اللي فيها كل حاجة. محل منسق جدا جميل جدا. شوفوا بقى هنا بقية الحاجات اهي. فانا بحاول ان انا القط لكم اهم حاجات انا قادره اشوفها. ويعني انا المفروض اسيبكم تستمتعوا شويه صراحه، وبعدين اكمل معاكم بقى النهايه. بس يعني في بعض التلميحات فبقول لكم عليها يعني. هنا الألعاب اهي اللي هي الصغيرة دي اللي بتبقى حاجة زي الحجارة والحاجات دي، محطينها في مكان. هما يعني منسقين جدا اهو. دي الحاجات اللي هي فيها حركة مش بتاعة الأطفال الصغيرين. يعني هم عاملين اللعب كل سن تقدري تشتري الحاجة يعني من سن كذا لسن كذا تقدري تشتري ألعاب معينة، علشان طبعا مش كل حاجة بتنفع مع الولاد الصغيرة، ومش كل حاجة يعني الولاد الكبار يجيبوها. لازم تجيبي لهم حاجات تشغل مخهم. فهنا بصراحة اللي انا شفته اهو، انا هدخل قسم تاني، حاجات جميلة وكلها العاب يعني تنمي الذكاء عند الطفل. فيها حاجات مش كل الالعاب طبعا، ما هو حسب السن. انا دخلت زي ما انتم شايفين. شوفي انا بدخل من المكان واعدي في مكان لمكان تاني، يعني انا بوريكم المنظر كده من مكان لمكان تاني. ف يعني منبهرة مش قادرة اقول لكم. يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو يقول لي ايه بقى من العابه وهو صغير شاف العاب هنا عنده لسه دلوقتي او جابها لاولاده او لاحفاده. يقول لي ايه اللي ممكن يشتريه من اللعب دي، يكتب لي كده في التعليقات طبعا. واللي يتفرج كده يقول لي هو من بلد ايه، يتفرج معايا في دبي بقى. وطبعا دبي مول ده مليان محلات كتير جدا جدا يعني. فانا في بعض المحلات بتلفت انتباهي، فبحاول اخدكم معايا يعني في الجولة دي بقى. يعني زي ما انتم شايفين كده اماكن للعب العرايس. وفي كمان برضو كان في مجسمات كده لبيت اللي عايز يعمل بقى بيت لعب للاطفال او كده، وبيدخلوا في حاجات دي كلها اهو. هنا بقى مثلا البوتاجاز اهو، البوتاجاز بتاع اشكال بقى، والغسالة اشكال اهو. الله الله، مطبخ بقى يعني تجيب الجهاز كله من هنا. حاجة كده تفرح. غسالة الاطباق على غسالة الهدوم، كله موجود يعني. ما تقلقيش، انت هتجيبي الطقم كله بتاع المطبخ. وهنا بقى البيوت بقى، ويعني مجسمات برضو للبيوت الصغيرة. بصراحة يعني هو الواحد كان نفسه يغطس كده ويصغر تاني ويغطس وسط اللعب الحلوة دي من كتر جمالها بصراحة.
فانا يعني حبيت ان انا اشارككم الفيديو، حبيت اشارككم الالعاب اللي شفتها. وزي ما انتم شايفين انا انتقلت القسم التاني ده بقى اللي هي العربيات العجل اللي بمواتير اللي ممكن الاطفال تركبها وتسوقها، اللي هي الصغيره دي. وفي بقى مش بيسوقوهم، بيشغلوهم بقى بالمحركات كده تجري يلعبوا بيها، بس احجام كبيره شويه، يعني زي دول كده احجام او ممكن كبيره شويه. وفي بقى الولاد يركبوا فيها اهي، ففي كده وفي كده، في يلعبوا فيها وفي ممكن ان هم يركبوا عربيه ويسوقوا. طبعا العربيات دي موجوده من زمان، بس هنا بقى يعني اشكال احدث شويه. زي ما انتم شايفين كده المكان كله ملان باللعب الجميلة الحديثة، واللي هي يعني بصراحة بتتفرجي وانتي بتستمتعي. يعني انا شخصيا كانت فترة استمتاع بالنسبة لي. وهنا ملابس اطفال برضو بنات اهيت برضو بتتفرجي عليها. ده بقى واحنا كده يعني ايه زي ما تقولوا كده، واحنا خارجين وقربنا نغادر المكان. ف بوريكي بقى الحاجات وانا خارجه اهو، بس يعني لسه شويه طبعا، لسه في حاجات حلوه قوي هتشوفوها دلوقتي. ما حدش يسيب الفيديو، خليكم معايا شويه، في حاجه مفاجاه جميله هتشوفوها دلوقتي. بس لسه يعني انا وانا بلف هوريها لكم دلوقتي. لا اله الا الله. اتفرجوا بقى كده شويه. حلوة قوي المناظر واللعب اهي. دي الحاجات اللي هي كبيرة شوية، طبعا حاجات بقى يعني هو الاطفال بتجري ايه. بصوا بقى ايه، شوفوا بقى، بصوا معايا كده. ده بقى الولاد اشتروا العربيات وعاملين لهم مكان للسباق علشان لا حول ولا قوة الا بالله، علشان يلعبوا فيه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الولاد هتيجي دلوقتي وهتلعب بالعربيات بتاعتها اهو. اشتروا العربيه حطوها في المكان، هيبتدي بقى كل طفل بقى يمشي في التراك بتاع العربيات ده ويعملوا السباق. حلوه يعني، عجبتني بصراحه. انا حتى هقول له هتكلم على الحته دي دلوقتي اهو. شوفوا بصوا بقى الولاد يستمتعوا كمان باللعبه ويعملوا السباق بتاعهم. وزي ما انتم شايفين كده بالالوان الجميله، شكله حلو بصراحه. عجبني ان هما حتى والطفل اشترى اللعبه برضو بيستمتع بان هو يلعب بيها بطريقه جديده بشكل حلو. شفت سباق زي ما العربيات؟ انتم شايفين شفت سباق العربيات اللي مكان كانوا عاملينه مليان لهم؟ لعب، انت بتمشي خطوه قدامك يعني لعب كتير في كل حاجه، يعني كل الاشكال وكل الاحجام اهو. يعني انا عينيا تعبت بصراحه وانا بتفرج من كتر ما مش عارفه اشوف ايه ولا ايه، ولا اصور لكم ايه ولا ايه، من كتر الجمال واللعب الجميله. زي ما انتم شايفين كده. احنا دلوقتي كده بقى هقول لكم بقى على المفاجاه الجميله اللي هنقابلها دلوقتي. خليكم معايا بقى، محدش يسيب. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعليق حلو وتشاركي كده عشان صحابك يشوفوه ويجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها. لسه دلوقتي بفرجك على بقيه الاجزاء. في دلوقتي بقى هتظهر بقى المفاجاه الجميله اللي انا بحكي لكم عليها من فتره. في اخر اللعب بقى هنتفرج على الحاجات الحلوه. طبعا هم كلهم حلوين جدا، بس انا بصراحه شديدني انتباهي اللعب اللي هتشوفوها دلوقتي. حلو المكان طبعا من فوق، منظم جدا زي ما انتم شايفين كده، وجميع الالعاب. في حاجة
زي ما انتم طيب شايفين خلاص كده. كبير 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 يعني. الكتاكيت دول لو بصيتي ده الجمل. ايوه انا هنا بقى. بصوا بقى شوفوا المفاجاه ده بقى. شغال. بصوا بقى الحمار العسل ده هو والقروده اللي راكبه فوقه، وده لا مش اشتغلت. كلوب، والخروف الصغير اللي هو قاعد بقى على طول. انا هو ده اللي هناك شد فين؟ انتباهي قوي. وهم نخرج واقفين، منين؟ والحمار بقى الصغنون ده قاعد يديها بقى. يلا نشوفكم في فيديو تاني. سلام.